حبايبنا متابعي أفلام الخمسين الكرام، شكرا على دعمكم المتواصل، وإن شاء الله نستمر معاكم وبيكم. وأهلا وسهلا بيكم في فيلم جديد. لايك شير سبسكرايب ويلا بينا علشان ندخل في ملخص الفيلم الجامد ده. بيبتدي فيلمنا مع شاب اسمه تيري وهو سايق الدراجة بتاعته وحاطط سماعات في ودانه وتقريبا كده بيسمع عصام صاصة ومش مركز في الطريق، وفجأة بتيجي من وراه عربية الشرطة وبتخبطه وبتخليه يقع على الأرض. وبسرعة بتركن عربية الشرطة على جنب وبينزل منها الضابط اللي اسمه إيف وبيروح يثبته، وساعتها تيري ما بيكونش فاهم هو عمل إيه بالظبط علشان يعملوا معاه كده، وبيتضح لنا إن الشرطة اعتقلته بسبب تهمة مخالفة قواعد المرور وإنه هرب منهم، لكنه بيحاول يفهمهم إنه ما كانش هدفه الهروب والموضوع وما فيه إنه كان حاطط السماعات بس في ودانه، وإن صوت المهرجان كان عالي شوية، وطبعا مش واخد باله إنه كسر القواعد. فبيتصرفوا معاه التصرف المعتاد وبياخدوه على جنب علشان يفتشوه علشان يعرفوا معاه حاجه كده ولا كده، ولما الضابط بيكشف عليه بيلاقي ان الملف بتاعه نظيف ومعلهوش اي احكام، وبعد ما بيخلصوا تفتيش بيلاقوا معاه شنطه صغيره وفيها حاجه مش واضحه هي ايه بالظبط، ولما بيسالوه هي ايه ما بيردش عليهم، ولما خد باله ان الموضوع هيطول وان هو وراه مشوار بيسمح لهم انهم يفتشوها عادي، وبيفضل مستنيهم في العربيه يخلصوا تفتيش، ولما بيفتحوها بيلاقوا فيها فلوس كتير جدا، فبيسالوه بيقولوا له انت جبت الفلوس دي كلها منين يالا، فبيعرفهم ان دي فلوس كفاله هيدفعها لابن عمه مايكل علشان يخرج من المحكمه، فبيجي ستيف بقى الناصح وبيقول له مبلغ كبير زي ده ما يدفعش كفاله الا لو كانت قضيه كبيره، فبيعرفهم ان جزء من الفلوس ده هيدفع كفاله والجزء التاني هيشتري بيه حته عربيه كده على قده، ولحد دلوقتي طبعا ما بيبقاش فاهم هم عايزين منه ايه بالظبط، وبعد ما بيخلصوا معاه تحقيق بيفرجوا عنه لكن بيعرفوه انهم هيصادروا الفلوس، ولما بيسالهم تيري عن السبب بيستغرب لما بيحرزوها كانها فلوس مخدرات، وده بحكم ان ابن عمه شغال في المخدرات عادي، فبيعرفهم ان الفلوس دي قانونيه جدا وانها من تعبه وشقاه وان ابن عمه ملوش اي علاقه بيها، لكنهم بيكونوا مصممين ان الفلوس دي فلوس مخدرات وانها لازم تتصادر، وبيبقى يجي ياخدها بقى من المحكمه، تقريبا كده الظابط كان مزنوق في شويه فلوس ولا حاجه، وبعدها بيفكوا منه الكلبشات وبيسمحوا له ان هو يمشي، فبيركب دراجته وبيفضل يحاسبن عليهم وهو متضايق، وبيوصل عند المحكمه اللي ابن عمه معتقل فيها، وهناك بيقابل الظابط إلتون وبيعرفه ان الفلوس اللي معاه كلها خدتها الشرطه وهو دلوقتي ما معهوش ولا جنيه، بس إلتون بيقول له ان هو مش هيقدر يساعده في الحاله دي، والورقه اللي معاه دي بتقول ان الفلوس دي خلاص بح. ولما بيسأل على ابن عمه مايكل بيعرف انه هيتم نقله لسجن الولاية علشان السجن بتاعهم ده خلاص هيجددوه، وساعتها تيري ما بيبقاش عارف هيتصرف ازاي، ويلتون بيعرفه ان الشيفت بتاعه خلاص خلص وانه لازم يمشي، وبتيجي المحامية اللي اسمها سمر وبتكمل معاه وبتعرفه هتساعده ازاي، ولما بتقعد وبتتكلم معاه بتعرفه انه مستحيل يقدر ياخد الفلوس دي تاني، وده لان الشرطة خلاص هتعتبر الفلوس دي اموال دولة، لكن هي برضه كانت عايزة تساعده باي طريقة وبتاخد منه كل المعلومات علشان تقدر تخرج مايكل من السجن، وتيري بيعرفها كل المعلومات اللي تهمها في القضية دي، وبيضيف لها معلومة انه زمان شهد على مجرم خطير وكبير في قضية قتل عمد، وبسبب الشهادة دي المجرم اتحكم عليه بالسجن المشدد طول حياته، وطبعا هي بتفهم انه لو اتسجن في نفس السجن اللي المجرم الخطير ده فيه هيحصل له حاجات مش كويسة، فبترجع وبتقول له انه ما قداموش طريقه يخرجوا بيها الا الفلوس، وكل ده يكون قبل يوم الخميس، وده اليوم اللي هيتم نقل مايكل فيه، وبعد ما بيسيبها بيمشي بيعمل مكالمه مع مديره في الشغل اللي هو السيد لو، وبيطلب منه مبلغ كده على حسابه، وبشرط ان الفلوس دي تكون في حسابه قبل يوم الخميس، وفعلا السيد لو بيوافق برغم ان المبلغ كبير، وفي اخر اليوم بيتمشى تيري للغابه وبيروح يخيم عند النهر، وتاني يوم الصبح بياخد بعضه وبيروح عند اسم الشرطه علشان يعمل بلاغ، ولما بتساله الشرطيه جيسي عن مواصفات المجرم اللي سرقه بتتصدم لما بيلاقيه بيوصف الضابط ايف وستيف، ودول زمايلها اللي شغالين معاها في نفس المركز، فبتسيبه دقيقه وبتروح تبلغ زميلها وبتقول له تعالى اتعامل معاه، فبيجي له ستيف وبيطلب منه ان هو يمشي بسرعه علشان ما يعملش معاه اي مشكله، لكن تيري بيبقى جدع وما بيرضاش يتحرك من مكانه الا لما ينهي البلاغ، وبيتدخل القائد سيمز وبيعرفه ان معاه ملف القضيه بتاعته انه لو ما مشيش فورا هيعملوا قضيه تانية وهيحبسه، بس تيري بعد كل اللي سمعه ده بيفضل مصر على موقفه انه عايز الفلوس بتاعته، وبيكون مجهز معاه الاوراق اللي تثبت ان الفلوس دي بتاعته من املاك قانونيه، وما بيكونش طالب غير الفلوس بتاعت الكفاله بس ومش هيشوفوه تاني، وسيمز بيكون عنده اقتراح وهو انه يمضي على ورقه تنازل عن الفلوس خالص مقابل انه يشوف مايكل بكره قبل ما يترحل على السجن الكبير، وساعتها ممكن يخلصوا الموضوع ودي، ولكن قبل ما تيري بيخرج من المركز بتاخد منه جيسي صوره من العقد اللي هو جايبه، وبالليل بيروح تاني عند النهر وبيخيم هناك،
وبيحرق العقد اللي معاه خالص، لكن مش بنعرف ايه السبب في انه يعمل ده. وتاني يوم الصبح بيروح القسم علشان يشوف مايكل قبل ما يترحل، ولما بيوصل هناك سيمز بيعرفه انه اتأخر على الميعاد اللي هم اتفقوا عليه، وزمانه دلوقتي في عربية الترحيلات وفي طريقه لسجن الولاية. وبسرعة بيغير تيري طريقه وبيروح ورا العربية بتاعت الترحيلات بأقصى سرعة. ولما بيوصل عند العربية بيكلم مايكل وبيطلب منه انه لما يوصل السجن يكلم الإدارة انهم يحطوه في سجن وقائي، وده طبعا علشان الحماية وممكن حد يتعرض له في السجن، وان هو خلاص هيخرجه من السجن. وبيحاول ان هو يشوف له فلوس علشان يطلعه، وبعدها بيروح عند البريد علشان يستلم الفلوس اللي هيبعتها له، لكنه مش بيلاقي اي فلوس اتبعتت خالص. وده بسبب ان الشرطة وصلت للمطعم بتاع وحرزت كل الفلوس اللي في الخزنة، وده بتهمة التجارة في المخدرات. ولما بيتصل تيري على علشان يعرف منه السبب في اللي حصل ده، بيطلع السبب انه اخر مرة لما كان في المركز الشرطية جيسي خدت منه نسخة من العقد وعرفت مكان المطعم، وخدوها حجة في انهم يصادروا المطعم ويصادروا كل الفلوس اللي موجودة فيه بتهمة تجارة المخدرات. ومش بنفهم هما ليه بيعملوا كده وايه الفايدة من كل اللي بيعملوه ده. وبعدها بيرجع تيري للمحكمة وبيقابل سمر علشان تشوف له حل سريع في الورطة اللي هو فيها. وهناك سمر بتقول له ان مفيش في ايديها حاجة تساعده بيها، وبتطلب منه انه يمشي من عندها بسرعة علشان ما يعملهاش مشاكل في شغلها، وخصوصا انها مستنية ترقية. وبيخرج تيري وهو بيضرب اخماس في اسداسه متضايق جدا ومش عارف هيتصرف ازاي. لكن سمر بتقابله بره المحكمة وبتعرفه انها عملت معاه كده علشان هي كانت متراقبة، وبدأت تعرفه الجديد اللي هي وصلت له في القضية، وهو انها لما دورت وراه عرفت حاجات غريبة جدا في القضية دي، وان في كذا مجرم متهمين بنفس القضية بتاعت مايكل، وكلهم واخدين نفس المدة، وبالاضافة الى ان المدة دي طويلة، وان دي حاجة مش طبيعية، وبتعرفه ان في حاجة غريبة بتحصل. وتيري بيطلب منها طريقة تانية تخرج بيها مايكل غير موضوع الكفالة، فبتعرفه ان مفيش حل حاليا غير الفلوس، ولازم يجيب الفلوس دي باقصى سرعة ويديها للقاضي، وبتسيبه وتمشي. على الناحية التانية في المركز بيتبعت لهم فاكس محتواه معلومات كاملة عن تيري، والفاكس ده بيبقى عبارة عن شهادة الخدمة العسكرية لتيري، وبنعرف انه كان من قوات المشاة البحرية الامريكية، ومهنته هي مدرب متخصص في القتال عن قرب، بمعنى ادق انه يقدر يقتل اكتر من 100 شخص في وقت واحد بدون ما يستخدم اي سلاح. وده طبعا من اخطر انواع القتال اللي بيستخدم في المنظمات السريه. وساعتها بيجي لهم تيري على المركز وبيفضل واقف قدام المركز ومستني منهم اي ردة فعل، وبيكونوا قلقانين جدا وخصوصا بعد ما عرفوا تاريخه في القتال، وبيتصلوا بسرعه بالدعم. وسيمز بيخرج له وبيروح يشوفه عايز ايه، واثناء كلامهم مع بعض بنفهم ان سيمز خدعه لما قال له انه هيقابل مايكل ويفرج عنه مقابل التنازل، وكده هو ضحك عليه وخلاه يمضي التنازل علشان ما يطالبش بحقه تاني، وفهمه انه خلاص دلوقتي بقى على الحديده، خسر كل حاجه، ابن عمه والفلوس اللي ما بيمتلكش غيرها. وبعد نقاش طويل ما بينهم ما بيكونش قدام تيري غير حل القتال، وفعلا بيقدر انه يتمكن منه هو وستيف، وبيدخل بيهم للمركز وبيخلي جيسي تربطهم بالكلبشات، وبعدها بياخد المفاتيح وبيدخل الاوضه اللي بيحرزوا فيها الاسلحه والفلوس والمخدرات، وبيبص بصه سريعه كده على كل الموجودين في الاوضه، وبعدها بياخد الفلوس اللي هو محتاجها بس لدفع الكفاله، وبعدها بياخد جيسي معاه وبيخليها تمثل انها قبضت عليه علشان يقدر يهرب من المركز بدون ما حد يعترض طريقه. وفي وقت ما هو هربان مع جيسي في العربيه بيقف عند اقرب مكان يهرب منه للغابه، وخلاها تعرف في الشرطه انه هرب في مكان غير اللي هو هرب فيه، وبيعمل حركه صايعه جدا وهو انه خد مفاتيح العربيه علشان ما تقدرش ترجع للمركز بسرعه، وتبلغهم بمكان ويقبضوا عليه. وبعدها بيوصل للمحكمه علشان يقدر يدفع الكفاله بتاعت مايكل، واثناء ما كان مستني الضابط يعد الفلوس وقائد المحكمه يوقع على ورقه الافراج، بتعرف الشرطه مكانه وبتقبض عليه، وبعدها بياخدوه بيحبسوه في سراديب الموتى. ولكن قبل ما يتم ترحيله للسجن بيروح لإيف علشان يعمل معاه اتفاق هو وسيمز، وهو انه يفرج عنه ويجهز له كمان طياره تنقله من المدينه خالص، في مقابل انه ما يتكلمش ولا كلمه عن اللي شافه في المركز، وخصوصا ان خلاص الانتخابات على الابواب وانه هيرشح نفسه لمنصب المأمور. ولما بيسالوا تيري عن مصير مايكل ابن عمه هيبقى ايه، وسيمز بيعرفه ان ابن عمه دلوقتي بين الحياه والموت، وده بسبب ان هو اتطعن من سجين تاني. وتيري بيتعصب جدا لانه كان عارف انه هيتأذي وبيلومهم على ده، وبيكون متاكد ان اللي عمل كده هو المجرم اللي هو شهد عليه قبل كده، وساعتها بيبقى هدفه الاول والاخير هو الانتقام من الكل. وقبل ما سيمز بيمشي ويسيبه بيحذره انه لو عرف يرجع للمدينه تاني هينهي حياته. وفي نهايه اليوم بيروح تيري يقابل سمر في الغابه وبيركب معاها العربيه علشان توصله لحدود المدينه، وفي المقابل بيبعت سيمز عربيه المراقبه وراه علشان يتاكد انه خلاص غار من المدينه. وبعد ما تيري بيقدر يوصل للمكان اللي هيقدر يشتري منه العربيه بيسيب لسمر رقمه علشان لو احتاجت له ولا حاجه، وبيكمل في طريقه علشان يسافر، بس هي بترجع تكلمه وبتعرفه انها وقعت في مشكله، وبسرعه بيغير طريقه وبيرجع لها تاني، وهناك بيلاقيها خلاص هيغمى عليها، وده بسبب انها خدت جرعه كبيره جدا من المخدرات.
وبنفهم ان اللي عمل كده هو السيمز، وانه بعت لها ناس تحقنها بالمخدرات وهي نايمه، وده علشان يخليها تخسر كل حاجه، بنتها وشغلها، ويعتبر كمان تحذير ليها علشان لو فكرت تساعد تيري تاني ولا حاجه. وبعد ما الليله دي بتعدي على خير بترجع سمر تاني يوم للمحكمه علشان تتابع طلب توظيفها، وبتتصدم لما بتعرف انهم لازم يعملوا لها كشف مخدرات، ودي في حد ذاتها كارثة كبيرة ليها في شغلها. وعلى الناحية التانية من المدينة وتحديدا على الطريق السريع اللي بيوصل للمركز، بنلاقي تيري بيبقى واقف ومتعمد ان الشرطة تيجي تقبض عليه، وبنفهم انه عمل كده علشان يجذب الضابط ستيف علشان ينتقم منه بسبب اللي عملوه في سمر. وبعد ما بيصعقوا بالصعق وبيديله درس عمره ما بينساه، بيهرب بسرعة من المكان قبل ما الشرطة تمسكه. وبعد ما قدر يهرب منهم في الغابة بيوصل عند النهر وبيكمل اللي باقي من طريقه ماشي، وساعتها بتتصل عليه سمر وبتعرفه انها متراقبة ومش هينفع تقابله الفترة دي، وان الشرطة هددتها وامرتها ان هي تمشي من المدينة خالص وتبعد عنه. وقبل ما ينهي معاها المكالمة بيعرفها على عنوان ممكن تقابله فيه قبل ما تسافر. وفعلا بالليل بيتقابلوا هما الاتنين في المكان اللي اتفقوا عليه، وهو المطعم بتاع السيد لو. ولو كان بيعمل لتيري الاسعافات الاولية وبيشيل الطلق من جسمه. وبعد ما تيري وسمر بيبقوا لوحدهم في الأوضة بيبدأ يعرفها بأن الشرطة ما طلبوش الدعم السريع في التدخل، وده معناه أنهم خايفين أن جريمتهم تتفضح، وان هدفهم الاول والاخير انهم يخلصوا عليه وعليها، وبالاخص هي، وده علشان هي فتشت جرايم وفضحت جرايم كتيره هم عملوها ولسه بيعملوها وقت تدويرها في اخر القضايا اللي في المحكمه، زي انهم بيتستروا على مجرمين كبار في المدينه وده مقابل مبالغ كبيره، وبيلعبوا لعبه كده مع المحكمه وبيسجنوهم 90 يوم على ذمه القضيه، وبعد دفع الكفاله بيتم الافراج عنهم. فعلشان كده وبكل الطرق هيحاولوا انهم يخلصوا من تيري وسمر في اقرب وقت ممكن. وتاني يوم بيتحرك تيري وسمر وبيروحوا البيت الضابط اليوت، وده علشان يعرفوه على كل الجرائم اللي بيعملها مركز الشرطة. فبيطلب منهم يعرف بعض المعلومات زي من امتى بدأت الشرطة تتعامل مع المجرمين بالشكل ده، فبتعرفوا سمر ان معظم القضايا حديثة واغلبها من سنتين، وبتعرفوا كل التفاصيل اللي هو محتاج لها في القضية دي، فبيسيبهم وبيمشي لانه ما ينفعش يديلهم اي اجابة في الوقت الحالي. وبعدها بيروح تيري وسمر لبيت قاضي المحكمة لانه اكيد عنده معلومة باللي بيحصل ده ومش بعيد يكون شريك معاهم، وهناك بيسألوا تيري مين السبب في موت مايكل، فبيطلب منه انه ما يردش على السؤال ده. وبعد ما سمر بتوقعه في الكلام تيري بيكتشف ان كل الجرائم اللي في المركز دي هو على علم بيها وكمان له يد فيها، فبيطلب تيري انه ينقل له كل التفاصيل اللي هو يعرفها. فبدأ يعرفه ان سيمز وشرطة المركز لما بيحبوا ينقذوا مجرم من الاعتقال بيخلوه يرتكب جريمة مرورية بسيطة، بحيث انه لما يتسجن يتعرض على محكمة المدينة الاول، وبعد مدة 90 يوم يقدروا يدفعوا الكفالة ويخرجوه من الموضوع. والقصة دي بتبقى سهلة عليهم لأن المحكمة دي ما فيهاش محامي عام يحكم في القضايا دي. وآخر حاجة بيعرفوها منه هي إن الدليل الوحيد في فضحهم هو تسجيلات الفيديو اللي كانت موجودة في كاميرات عربيات المركز. وبسرعة بيبدأوا يتحركوا على المحكمة لأن التسجيلات محطوطة في سراديب الموتى، وسمر بتكون عارفة هي فين بالظبط. لكن بعد ما وصلوا هناك بيلاقوا شرطة المركز سبقتهم ونزلت سراديب الموتى علشان تحرق كل الأدلة اللي ممكن تفضحهم. لكن سمر بتتصرف بذكاء وبتقدر تبعد النار إنها توصل للأوضة اللي فيها التسجيلات، وهنا ما بيكونش قدامهم غير 30 ثانية في إنهم يخرجوا من المكان ده قبل ما انذار الحريق يضرب. لكن بعد التدوير في كل حته بيلاقوا الشرطه بوظوا كل الهاردات اللي عليها الفيديوهات دي، لكن سمر بتلاقي علبه فيها كل تسجيلات كاميرا العربيات الاسبوع اللي فات، وده معناه ان تسجيل مايكل واحد منهم. وبسرعه بيخرجوا من السراديب وبيولعوا النار تاني في المكان، وبعد ما خلاص وصلوا عند المخرج بتسيب سمر تيري وبترجع تاني علشان تجيب حاجه تخصها، وتيري بيحضر العربيه بحيث لما تخرج سمر يتحركوا بسرعه. لكن شرطه المركز قبضت عليها في وقت ما كانت بتجيب التحاليل بتاعتها من معمل الاختبارات، وده علشان تحرقها وما تخسرش شغلها كمان، فبياخدوها ويخرجوا بيها. وساعتها تيري كان بيراقبهم من بعيد، وبعد ما بيتحركوا بيمشي وراهم بالعربية علشان يعرف هيعملوا معاها ايه، وبعد ما بيقفوا بيلاقيهم بينقلوها في عربية تانية غير عربية الشرطة، فبيروح دايس بنزين جامد وبيدخل في العربية اللي واقفة وبينزل الضابط وبيكلبشه علشان يقول له هينقلوها فين، وبيطلب منه يكلم زميله علشان يعرف هم هينقلوها فين بالتحديد. واول ما ستيف بيرد بياخد منه التليفون وبيعرفه ان كل التسجيلات معاه واي حاجة هتحصل لها هيفضحهم كلهم بعدها، واتفقوا على مكان يتقابلوا فيه علشان يفضوا الخلاف اللي ما بينهم ده. بس ستيف خاين والخيانة بتجري في دمه وبيكون عامل له كمين في كل مكان، لكن تيري ذكي وبيكون اتعلم الدرس وعامل حساب الغدر، وبيروح يتصل على سيمز وبيعمل لهم كلهم كمين. وبسرعة جيسي بتبلغ بقية الضباط على موقعه فين بالتحديد، ولما بيروحوا علشان يقبضوا عليه ما بيلاقوش هو، بيلاقوا الضابط التاني اللي هو خطفه امبارح. وبكده بيكون قدر يخدعهم وبيروح مشغل عربيته وبيعمل بيها فتحة في الجدار اللي بيودي على الأوضة اللي فيها الأسلحة والمخدرات،
وبعدها بيدخل يستخبى فيها وبيستنى لحد ما سيمز بيجيله وبيضربه بالنار. وبسرعة جيسي بتبلغ ستيف وبقية الضباط بمكان تيري وانه موجود عندهم في المركز، وبعد ما بتسمع صوت ضرب النار بتروح علشان تخلص عليه، لكنه بيسحب السلاح منها وبيطمنها على سيمز وانه لسه ما ماتش. وبره المركز بتوصل كل قوة الشرطة وبيستعدوا للاقتحام. فبسرعة تيري بيخلي جيسي تتعاون معاه وتنقذ نفسها من التسجيلات، وبيديلها التسجيلات بتاعتها وبيعرفها هتعمل ايه بالظبط. وبعدها بيكلم سيمز وبيعرفه انه هيصادر كل الاسلحة والمخدرات دي، وبعد ما يتأكد ان سمر بخير هيسلم نفسه لشرطة الولاية. وبعد ما بيسيبه بيروح يجهز نفسه علشان يتعامل مع الضباط اللي بره، لكن بتيجي جيسي من ظهره وبتهدده بالسلاح اللي هو اداهولها، وبتبلغ الكل انهم ما يضربوش عليه نار في وقت ما هي خارجة بيه. وبره بتسلم ستيف التسجيلات وبتخليه يكسرها قدامه. وبعدها ستيف بيعرفه ان سمر ممكن يفرجوا عنها، لكنها حاليا مغمى عليها بسبب جرعة المخدرات الزيادة اللي هي خدتها. وبنفهم ان هم اللي عملوا فيها كده، مش هي اللي خدت الجرعة بنفسها. وقبل ما يخلص عليه بثواني بيوقفوا ايف وبيعرفوا انه لو قتلوا هيوقعوا نفسهم في مشكلة اكبر. ولما بيلاقيه بيعاند معاه وكان عايز يخلص عليه بيروح رافع سلاحه وبيهدده. وفي الوقت ده بيخرج سيمز وبيضرب نار على ايف لانه خايف على سمعته. تيري ساعتها بيستغل ان الكل مشغول باللي بيحصل حواليه وبيروح واخد شنطته وساحب ايف ورا العربية، وبيرمي عليهم قنابل الدخان اللي هو خدها من اوضة الاسلحة، وده علشان يعطلهم ويشتت رؤيتهم. وبعدها خرج لهم ومسك واحد منهم وشل حركته باسلوبه في القتال، وكل ده من غير ما يمسك اي سلاح. وبسرعة بيروح يشغل كاميرا العربية علشان يسجل الحادثة اللي بتحصل دي ويفضح سيمز ويصوره وهو ماسك سلاحه وبيضرب نار على ايف. والميزة في الكاميرا دي انها بتسجل قبل ما يتم تشغيلها ب3 دقايق. وبعدها بياخد ايف وبيمشي بسرعة من المكان، وفي الوقت ده بيهجم عليه ستيف وبيفضل ماسك في العربية وكان عايز يخلص عليه، بس لحسن الحظ بتفوق سمر في الوقت المناسب وبتبعده عن العربية. وبيكمل تيري بالعربية، لكن بقية الضباط كانوا بيطاردوهم وطلقة جت في الكاوتش ودي بتعطلهم اكتر. وساعتها كان الهدف الوحيد وكل هم تيري انه يفادي التسجيل علشان يسلمه للشرطة وتقبض عليهم ويخرج نفسه من القضية. وساعتها بتقرر جيسي انها تقف في صفهم وبتروح خبطة في العربية اللي قدامها اللي بيكون فيها سيمز علشان يقدروا يكملوا طريقهم. وبعد ما تيري وصل لمركز شرطة الولاية بتيجي الاسعاف بسرعة وبينقلوا سمر وايف على اقرب مستشفى، وهو بيروح ياخد المسجل من شنطة العربية وبيبقى هو ده دليل براءته وادانة سيمز في نفس الوقت. لحد هنا وبينتهي فيلمنا. لايك شير سبسكرايب واشوفكم في ملخص الفيلم اللي جاي. كان معكم محمد خليل، سلام.